الفيديو خلص، والشريط وقف، وصمت في المكان، والنور قطع، وفجأة الباب خبط، بعدها رجع النور، الباب خبط تاني. فتحت بخوف وحذر، لقيت أصحابي الثلاثة كريم ومحمد ومالك، دخلتهم الشقة ودخلت اعمل حاجه نشربها، وانا دماغي يهت فرتك من التفكير. عملت شاي وخرجت من المطبخ، لقيت أصحابي الثلاثة مسلوخين ومعلقين في سقف الشقة، وألفت ماسكه العروسه وبتضحك. طلعت تجري من الشقة، لقيت أبويا فاء وشي مسكني من ايدي ودخل بي الشقة تاني، ومش مديني فرصه أتكلم، وتصدم من المنظر ومقلش غير كلمه واحده: أيهل لي أنت عملته ده؟ وضربني علي راسي فقدت الوعي. ولما انفوقت لقيت نفسي ماسك سكينه كبيره وغرقانه دم، وجثة أبوية وأصحابي الثلاثة مذبوحين جنبي، الشرطة واقفين فوق راسي. فضلت أتكلم بطريقة مجانين وأقول: مش أنا، دي هي اللي قتلتهم. التقبض عليا وحولوني مستشفى الأمراض العقلية. هسيبكم مع الضابط اللي ماسك القضية، أصل ورط نفسه واخد العروسه روحها لولاده. الناس متحسش بالنصيبه غير لما تحصلهم، مش بس كده، هما اللي بأيديهم بيحطوا النصايب والمشاكل في طريقهم. أحيانا الواحد بيفتح لنفسه باب جحيم، باب مبيد طفلش غير بالموت. أنا أحمد خالد، عندي 33 سنه بشطر الفاء المباحث، عيش مع مراتي وابني وبناتي لاتنين، بحكم شغلي مشغول عنهم دايما وده مش عاجبها، ودايما علي خلاف أنا ومراتي. في يوم حصل بلاغ من حد اسمه إسلام عبد الفتاح، معترف أنه قتل أبوه وأصحابه، وعرفنا العنوان. أول ما دخلنا الشقة شفت أبشع مشهد ممكن أكون شفته في حياتي: 4 جثث مذبوحين ومتمثل بجثثهم، وواحد تاني ماسك سكينه وفاقد الوعي. وبعدما فاق فضل تحقيق معه، وكان كل كلامه: مش أنا، ده العروسه هي اللي عملت كده. كان بيوجه اتهامه للعروسه اللعبه. في حد مكاني هيقول ده يا إما مجنون، يا إما بيعمل كده علشان يهرب من حبل المشنقة. بس الطريقة اللي كان بيتكلم بيها خلتني حوله مستشفى الأمراض العقلية. شوافت العروسه لقيتها جميلة، إخدتها وروحتها للأولاد عندي في البيت، ودي كانت الغلطه اللي أنا ارتكبتها. إخدت أجازه لمدة أسبوع، وكان أسوأ أسبوع مر عليا في حياتي. وأنا في طريقي للبيت كنت حاطة العروسه جنبي في العربية. طريق بيتي، طريق زراعي. الساعة كانت وقتها 11:20 مساء. الطريق كان مظلم وماشي علي نور عربيتي، وفجأة ظهرت واحده قدام العربي، فرملت بس للأسف خطتها، نزلت ملقت حاجه، ركبت تاني وكملت طريقي، ببص في مراية العربي، شوفتها في الكرسي اللي ورا، نفس الست اللي لسه خبطها. فرملت وبسيت ورايه ملقتهاش، كملت طريقي ورجعت البيت، ومفكر تشوف الموضوع كتير، جايز يكون من ضغط الشغل. لقيت رانيا مراتي بتتفرج على التلفزيون، والعيال ناموا، أول ما شافتني اتخذت وقالت: أيهل لي في وش كنده؟ دخلت تجري علي المرايا، لقيت وشي مسلوخ، ما فيش جلد نهائيا. انصدمت أول ما شوفت شكلي كده، ما عرفتش أقولها إيه، علشان أنا أصلاً مش عارف إيه ده. صحيت من النوم، لقيت نفسي نايم في المكتب، جريت بص في المرايا أشوف وشي، لقيته سليم الحمد لله، طلع كابوس. خرجت من المكتب وروحت البيت، بس نسيت العروسه في المكتبة. استقبلتني رانيا بطبيخ كالعادة بسبب شغلي، بقالك 3 أيام مبتجيش تشوف عيالك ما رضيتش عليها، كنت محتاجة دوش مياه علشان جسمي يفك وأعرف أنام. ونمت، وعلي الساعة 2 صباحا، تليفون البيت رن، تلفوني المحمول رن كتير لحد ما صحيت، لقيت عم عبده بتاع البوفيه اللي بيرن، فتحت عليه وقولت: ألو. قال: الحقوا يا باشا، حصلت مجزرة في المدريات، وكل اللي في المدرية مات. خرج تجري زي المجنون علي المدريات، لقيت عم عبده في البوفيه، وزميلي كل واحد في مكتبه،
والدنيا هاديا ومفيش حاجة غريبة. انفعلت علي عم عبده ومسيطرتش علي غضبي، وفضلت تضرب فيه ضرب متواصل وهو بيصرخ بوجعي. زميلي مسكوني وهدوني، والكل موجه لي سؤال واحد: حصل إيه لده كله؟ وحكيت لهم علي اللي حصل، لكن عم عبده إنكر الكلام. مسكت الموبايل بتاعي علشان اثبت لهم، لكن مفيش مكالمات من عم عبده ولا غيره. في اللحظة دي مراتي رنت وقالت: أنت روحت فينا. فتحت السبيكر وقلت: أنت مش قدامك عم عبده رن عليا، وقالي: الحقوا يا باشا، حصلت مجزرة في المدرية، وكل اللي كان فيها مات. قالت: لا. أنت قومت من النوم وقفت بتاع ربع ساعه، بكلامك مش بترد. بعدها طلعت تجري، وركبت عربيتك ومشيت. أنا مذهول من اللي بسمعه، وزميلي سامعين الكلام، والكل مستغرب من تصرفاتي. قفلت من مراتي وروحت تطيب خاطر عمي عبده، واعتذر له وانا مش لاقي تفسير للي حصل. الحمد لله رضيته، وطلبت منه كباية ليمون يجيبها لي على المكتب بتاعي. دخلت المكتب ولقيت العروس على المكتب، ولما شفتها اتخيلت فرحة أولادي لما يشوف العروسه. قطع تفكيري تخبيط باب المكتب. عم عبده جايب لي الليمون. اعتذرت له مرة كمان، قال: